اي صاحب بيزنس لما بيجي يدور على مقر لشركته بيبقى ليه مواصفات معينه، من اهمها اللوكيشن يكون قريب من محاور رئيسيه وبيوفر سهوله الوصول سواء للعملاء او للموظفين. حاجه كمان وهي المساحه، انها على الاقل تكون متقسمه عباره عن مكتب رئيسي وجزء خاص بالخدمات زي الميتنج روم والكيتشن والتويليت، وده طبعا هيخليك تشتري مساحه مش اقل من 120 متر، وبكده هتدفع مبلغ كبير. طب الحل ايه؟ النهارده شركه اس يو دي بتوفر لنا كل المواصفات دي من غير ما تدفع رقم كبير. اللوكيشن مميز جدا في القطاع الاول مجمع البنوك، وده من اهم القطاعات الموجوده في التجمع لانه بيضم اغلب المقرات الرئيسيه للشركات والبنوك، ومساحات بتبدا من اول 46 متر بس، ده غير الخدمات اللي هيوفرها لشركتك. ما تستغربش، هوضح لك ازاي. خلينا الاول نتكلم على اونرز شركه اس يو دي، وهم دكتور مدحت شلبي ومستر محمد شلبي. عندهم خبره كبيره جدا في السوق العقاري اكتر من 27 سنه، منفذين مشاريع كتيره في المنصوره ودمياط الجديده والعبور والعاصمه الاداريه، ودلوقتي بيطرحوا احدث مشروع ليهم في التجمع اس يو دي بيكسل، وده هيكون سمارت بزنس بيلدينج. ببساطه لانهم فكروا بشكل عملي ايه اللي حضرتك هتحتاجه كاند يوزر في مقر شركتك او كانفستور حابب تستثمر فلوسك، وده خلاهم عملوا مساحات من اول 46 متر عشان تلبي احتياجات حضرتك الاساسيه، ووفروا لك كل الخدمات خارج مكتبك زي التويلتس والميتنج رومز والسنترال كيتشن في كل دور. كمان وفروا لك برينتر ستيشن وبروفيشنال هاوس كيبنج عشان ما تحتاجش تجيب اوفيس بوي، ولو جالك ضيف هتقدر تقابله في السنتر ويتنج اريا اللي موجوده في كل دور، وكل ده تقدر تحجزه عن طريق ابلكيشن خاص بالمبنى. بالاضافه انهم فكروا في الوركينج انفايرمنت، عشان كده يعملوا جيمنج سنتر وفيتنس اريا في الروف. لو حابب تحجز مقر شركتك في اس دي بيكسل كلمنا على رقم نظهر قدامك او سجل بياناتك، وهنكلمك في اسرع وقت نشرح لك كل التفاصيل ونساعدك في اختيار الوحده المناسبه ليك.